على طول بنتسرع ان احنا نصدر احكام، نتهم الولد، طب عملت ايه، طب قلت ايه، طب ايه السبب. مش بنديله اي فرصه ان احنا نستوعب مشاعره الاول او نتقبلها او نخليه يتحمل المسؤوليه انه يوصل لحل. وده اللي بيخلينا اغلبنا مش بيعرف يحل المشكله وبيحس بازمات مع المشاكل اللي بتحصل في المدرسه. لو بصينا للاب التاني هنلاقيه تعامل بطريقه مختلفه وصلت الولد ان هو يفكر في حل المشكله. طيب ايه اول طريقه او اول حاجه عملها؟ ان هو سمع باهتمام وما تسرعش انه يتهم ابنه عملت ايه او قلت ايه. حاجه عملها الاب ده ان هو تقبل مشاعر ابنه ووصفها بكلمه عشان يحسسه ان هو فعلا مستوعب مشاعره دي. مهم جدا ان احنا لو بنربي الابن تربيه وجدانيه وبنساعده انه يتعامل مع مشاعره صح ويفهمها صح، ان احنا نوصف بكلمات مناسبه الشعور اللي هو بيحاول يوصله لنا في وقته. نحاول نوصفه بكلمه صح، نحاول نسميه، نحاول نستوعبه لغايه نسمعه للاخر لغايه ما نديله فرصه انه يحكي كل التفاصيل بدون اي ضغط او اتهامات او اجبار. لو لاحظنا رد فعل الولد لما باباه سمعه وخلاه حكى كل التفاصيل بدون اي ضغط بدون